السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال الجميل، أنا محتاج فلوس قد إيه علشان آجي الوادي الجديد واستثمر وليكن مثلًا 10 فدان أو 20 فدان نخيل أيًا كان نوعهم يعني. أنا هاضرب لحضرتك مثال بحاجة واقعية، اللي هو مثلًا المشروع اللي إحنا بنعمله. ال10 فدان صعيدي، تكلفتهم حتى الزراعة الفدان 150,000. الفدان المجدول حتى الزراعة 400,000 جنيه. لكن حضرتك لازم تبقى واخد بالك إنه دي زراعة نخل، يعني لازم أبقى عامل حسابي إنه عندي فلوس تغطي مصاريف الأرض دي لمدة 4 أو 5 سنين، أو عندي دخل يغطي مصاريف الأرض دي لمدة 4 أو 5 سنين، زائد فلوس التمليك من المحافظة. لأنه النصيحة الجميلة إنه يعني حضرتك لو ناوي تيجي الوادي الجديد ما تجيش وتقول هاخد وادفع إيجار. الإيجارات دلوقتي من المحافظة حق الانتفاع أو الإيجار بغرض التمليك الفدان 12,000 جنيه سنوي. فحضرتك الأفضل إن أنا يبقى في تمليك مباشر، يعني بعد الزراعة مباشرة. هادفع للفدان بقى 20,000 في السنة، هادفع له 15,000 في السنة زي ما لجنة التمليك تحدد، بيدفع على 4 أقساط، أفضل من إن أنا أدفع 8 أو 10 أو 12 أو 14 أحيانًا 1000 جنيه إيجار. وبالتالي حضرتك دي الحسبة اللي تقريبًا حضرتك محتاجها. أنا محتاج للفدان الصعيدي 150,000 جنيه تقريبًا عشان أزرعه، لكن يعني برضه ممكن ما تقيسش على اللي أنا عامله. أنا باستخدم خامات، يعني مواسير كلها مصر النور، باجيب الطاقة الشمسية أعلى حاجة، باركب كذا أعلى حاجة. فبالتالي وبمناسبة أعلى حاجة، أنا ما باحبش كلمة أعلى حاجة دي، أنا أحب دايمًا أقول أنا باستخدم الخامة الفلانية. وحضرتك تسأل في السوق، مثلًا أنا لمّا أقول إن أنا باجيب ألواح الطاقة الشمسية جينكو، فحضرتك تسأل في السوق فإن شاء الله تلاقي إن جينكو دي أفضل حاجة. أنا باجيب مثلًا خراطيم شركة العالمية أو شركة النخيل، فحضرتك برضه تسأل في السوق وتعرف إن دول أعلى حاجتين. لكن فكرة إن أنا أقول لحضرتك أنا باستخدم أجود الخامات وأحسن الخامات بدون ذكر، من غير ما تبقى حاجة specific أو خاصة يعني، الحقيقة ما باحبش كده. طيب أنا باستخدم مواسير مثلًا مصر النور، باستخدم محابس ميجا جرين، باستخدم قطع مثلًا اللي هي الكيعان والتيهات والحاجات دي، آآ سواء ميجا جرين أو زيركو. يعني حتى الحاجات بتاعة لغاية اللزق اللي بنلزق بيه، بنجيب لزق مثلًا سيزر الأمريكي، بحيث إن إحنا نعمل حاجة كويسة. الفدان بالطريقة اللي أنا قُلتها ده ممكن يوصل 30,000 جنيه، وممكن يعدّي 30,000 جنيه حسب تقسيمة الأرض عند حضرتك كشبكة ري بس. حضرتك ممكن تعمل بنُص الرقم ده شبكة ري الفدان النخيل مثلًا. أنا باشتري مثلًا فسيلة بسعر غالي شوية لكن أضمن وأحسن وأجود. حضرتك برضه ممكن تجيب فسايل أقل شوية بسعر أقل شوية. مثلًا بير أعماق، حضرتك واخد أرض ومعاك شُركا وعلى مهلكم وبتاع، فممكن تبدأوا ببير خباطة مثلًا ما يكلفش يعني ربع تكلفة البير البريمة يعني. ممكن تبدأوا بطاقة أقل شوية. لكن أنا مضطر إن أنا أعمل من البداية بير أعماق يعني، ومضطر إن أنا أركب الطاقة اللي تكفي ال200 فدان في عمر النخل الكبير، علشان ما نضطرش بعد سنتين أو 3 أو 5 نقول إحنا عايزين نجدد، عايزين نغير البير، عايزين نزود الطاقة. الكلام ده طبعًا مش مناسب لفكرة مشروع فيه حوالي 20 شريك. طيب النخل في خلال ال4 أو 5 سنين اللي جايين دول يصرف كام؟ التمليك على حسب اللجنة ما تقول. هو التمليك دلوقتي في الوادي الجديد 75,000، هنعتبره ب80. حُط دول على رقم الفدان اللي قُلناه، اللي هو دول بيدفعوا على 4 سنين يعني بدايةً من بداية التمليك 4 دفعات. أنا باحب أسميها 3 سنين، لأن أنت بتدفع مقدم الربع والباقي على 3 سنين. التكلفة في البداية زي ما قُلنا، فدان الصعيدي 150,000، فدان المجدول 400,000. لو حضرتك هتجهّز لنفسك ممكن التكلفة تكون بنفس الخامات، يعني أقصد تكون أقل من الرقم ده حوالي 10% تقريبًا. أو إنه حضرتك تتنازل عن جودة الخامات شوية وتعمل بتكلفة أقل. طيب خلال ال4 سنين الفدان متوسط بعمالته بتسميده بخلافه، ممكن مثلًا في بداية أول سنة يبقى بيصرف 20، 25,000. الرقم ده يزيد تدريجيًا، تاني سنة يبقى 30، السنة اللي بعدها 35، السنة اللي بعدها 40. ممكن المجدول لمّا يبدأ ينتج بيبقى في عمليات فنية أكتر، وبالتالي تكلفته تبقى أكتر من كده. فدان النخيل المنتج ممكن يوصل في مصاريفه ل80 و100,000 جنيه و120,000 جنيه أحيانًا يعني، على حسب حضرتك بتعمل إيه بالضبط للنخل أو بتسمِّد بأنهي طريقة. فلازم
لازم يبقى المبالغ دي المبلغ الأساسي مع حضرتك في البداية، وعامل حسابك في مصاريف أول 4 أو 5 سنين، مش سنتين و3 خالص، لأ اعمل حساب حضرتك في مصاريف أول 5 سنوات، زائد مصاريف التمليك عشان ما تضطرش تدفع إيجار عالي للمحافظة. أرجو إن الحسبة تكون واضحة عند حضراتكم، وطبعًا مُرحّب بأي استفسار على الواتس بعد إذنكم، عشان الناس بس اللي بتزعل لمّا بتتصل وأنا ما باردش. أنا بارُد والله فعلًا يعني في معظم الأوقات، لكن أحيانًا بابقى في شغل أو حاجة ما باقدرش أرُد، فحضرتك تقدر تبعت لي رسالة على الواتس، ولمّا أكون متاح إن شاء الله بارُد على حضرتك. شكرًا جزيلًا وبالتوفيق للجميع.